الزواج ما له علاقة بالحب. أنا أقولها على الملأ، الزواج ما له علاقة بالحب. مزبوط. مش بالضرورة إني أحب عشان أتزوج. الزواج عبارة عن شركة، معاملة لتوازن الحياة واستمرارها، مبنية على المودة والرحمة. لم يذكر الحب صراحة، مبنية على المودة والرحمة والتعامل. الحب كأن أنا لازم أحبه عشان أتزوجه. أنت لما تتزوجين شخص كاستمرار سنة حياته، وإن الشخص أنت ما في أحد بحياتك، ما تحبين أحد، فدخل هذا الشخص رغبة في الارتباط، وأنت ما في أحد بحياتك، أنت راح تقبلين عشان الزواج. تشوفين طبعا لازم تقعدين معاه وتتكلمين وياه وتفهمين، تشوفين التوافق الفكري والتكافؤ الاجتماعي والمادي وكل شيء، والفكري لازم يكون في تكافؤ لابد. فلما يكون في تكافؤ، هذا الزوج ممكن انه يكون صالح لي، وتبنى المشاعر بعد ذلك بناء على طريقة التعامل. الله عز وجل ذكر أفضل طريقة أو ذكر التعامل في الزواج 4 كلمات، انتهى: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. شنو التسريح بإحسان؟ يعني تسريح من دون أذى، من دون أذى. في ناس تجبر بعض على البقاء. حتى تكلمت في الفيديو اللي ذكرت فيه أن الزواج إجبار الأهل على أولادهم أو إجبار أولادهم على الزواج كيفهم، هذا يصنع منهم خونة، ويصنع منهم جبابرة، ويصنع منهم ناس ضعاف، ويصنع منهم ممكن ضحايا يكونون. أنا شخص يأتيني رجل في علاقة مبنية على الزواج، يبي يتزوج الإنسان اللي في حياته، يقول أهلي مو راضيين، مش راضيين. أقول له طيب الخطابات، بعض الخطابات، يعني أنا آسف، بعض الخطابات الدينية يعني، والآن أن الخطابات الدينية الآن أصبحت معتدلة. في السابق كانوا يقولون مثلا أن من العقوق أن تقول لأمك وأبوك لا، ولكن لا، فيما يخص حياتي أقول لا، أنا ما عندي مشكلة، أرفض، لأن هذا ما له علاقة بالعقوق. حتى لما راح رجل يقول سألت رجل دين، أنا إنسان أبي أتزوجها من 9 سنوات، أهلي رفضوا وراح تزوجت وأنا تزوجت، أنا طلقت ما قدرت، تزوجت مرة ثانية طلقت ما قدرت مرتين. يقول الإنسانة هذه أحس إن أنا ظلمتها، بس قلت له ليش أنت ما تزوجت؟ قال أبوي وأمي ما رضوا. قلت ما له علاقة الأمر. يقول بعدين بعد 9 سنوات المرأة تطلقت، حصل طلاق. يقول رحت سألت شيخ، وكانوا أبوي وأمي ما زالوا رافضين. يقول سألت شيخ كذا كذا، قال ما لهم علاقة أمك وأبوك بحياتك. قال يعني لو تزوجتها ما في غضب ولا عقوق، لأن أبوي قال لي أنا أغضب عليك. قال ما له علاقة، مش مقبول منه، لأن هذه حياتك. لقمان في سورة لقمان، أنا أتكلم ما أخترع كلام. لقمان في سورة لقمان الحكيم، إذ يوصي، لا نصيحة ولا أمر ولا إذ يوصي لقمان ابنه طالع منطلق للحياة، يوصي لقمان ابنه وصايا: ولا تمشي في الأرض مرحا واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وصايا. خلينا نقارن في السابق، كان في حياة. سألتي امرأة شنو تتمنين؟ راح تقول لك أتمنى أتجوز، ما في حياة. فكان ممكن الزوج يهينها وتبقى، لأن طالق، كلمة طالق مطلقة تعتبر جريمة في ذلك العصر، تتهان تبقى، لأن أهلها ممكن يردونها بيت زوجها، ما عندناش بتطلق خليكي. فكانت المرأة مثلا كسطوة الرجولة، قبل كانت المرأة تتحمل ضحية. الآن الوضع تغير بالكامل، الآن المرأة أصبح لها استقلال، المرأة تغيرت حياتها، المرأة حتى لو طلقت تعمل حفلة.